اللحظة دي أي مهندس برمجيات بيترعب منها. السيستم اللي تعبت فيه شهور وسنين وبدأ اليوزرز يدخلوا عليه فجأة بدأ يهنج. الليتنسي زادت، الريكوستس بتقع، ومؤشر السي بي يو عندك ضارب 100% باللون الأحمر على داشبورد المونيتورنج. اللوجز كلها بترمي كونكشن تايم اوت و503 سيرفيس ان افيلابل. في اللحظة دي انت قدام اهم قرار كسوليوشن اركتكت. السيستم بتاعك محتاج يكبر سكيل، ولازم تختار السكة الصح. اهلا بيكم في كبسولة سيستم ديزاين جديدة. انا مصطفى سليمان، والنهاردة احنا مش جايين نتكلم في كود، احنا جايين نهندس ازاي السيستم هيستحمل المليون يوزر الجايين. النهاردة الخناقة بين vertical و horizontal scaling. امتى تشتري سيرفر اكبر وامتى تشتري سيرفرات كتير. تعالوا نبدأ بالسكة السهلة والبديهية واللي بيعملها اي حد مبتدئ، الفيرتيكال سكيلينج او السكيل اب. الكونسبت هنا بسيط جدا. انت عندك ابلكيشن واحد على سيرفر واحد والسيرفر تعب. الحل ايه؟ تروح لشركة الكلاود وتقول لهم زودوا لي امكانيات السيرفر ده، بدل ما كان 4 كور و8 جيجا رامات خلوه 16 كور و32 جيجا رامات. ايه المميزات؟ سهولة تامة ease of use. انت ما بتغيرش سطر كود واحد، الكود اللي كان شغال على السيرفر الصغير هيشتغل على السيرفر الكبير. بساطة معمارية، مفيش لود بالانسر، مفيش distributed systems، مفيش وجع دماغ. بس ليه دي مصيدة لأي سيستم ناوي يكبر؟ أول حاجة الهاردوير ليميت. المذر بورد والرامات والبروسيسور ليه سقف مستحيل تتخطاه. مفيش سيرفر في العالم راماته لا نهائية. التكلفة الانفجارية exponential cost. عشان تنقل السيرفر من 8 ل 16 جيجا ممكن تدفع الضعف، لكن عشان تنقله من 128 ل 256 جيجا رامات انت هتدفع ارقام فلكية. شركة الكلاود بتحاسبك على الهاي اند هاردوير باسعار مرعبة. المينتنس داون تايم. لما بتزود رامات او بروسيسور السيستم لازم يقف عشان تعمل الترقية. والاخطر من كده السنجل بوينت اوف فيلير سبوف. لو السيرفر الوحش ده اللي انت دافع فيه آلاف الدولارات حصل له كراش بسبب سطر كود غلط او الداتا سنتر وقعت، السيستم بتاعك كله مات بنسبة 100%. هنا بقى بيبدأ التفكير المعماري الحقيقي، الهوريزونتال سكيلينج او السكيل اوت. بدل ما تجيب سيرفر واحد خارق انت بتجيب سيرفرات صغيرة ورخيصة بس كتير جدا وشغالين جنب بعض، وفي النص بتحط لود بالانسر يوزع الطلبات عليهم. ايه المميزات للسكة دي؟ اولا توسع لا نهائي infinite scale. السيستم محتاج يستحمل ضغط زيادة، ضيف سيرفر رابع وخامس وعاشر ومية، مفيش سقف بيوقفك. شركة الكلاود بتقدم لك ميزة اسمها اوتو سكيلينج. اول ما الترافيك يزيد السيرفرات بتزيد لوحدها. اتنين الاعتمادية العالية Fault Tolerance and High Availability. دي أهم ميزة. لو سيرفر رقم 2 حصل له كراش أو المذر بورد بتاعته اتحرقت ولا يهمك، اللود بالانسر بيحس بده فورا وبيحول الطلبات على باقي السيرفرات. السيستم ما بيموتش أبدا. 3 المرونة وتوفير الفلوس Cost Elasticity. لو الترافيك هدي بالليل تقدر تشيل نص السيرفرات دي وتوفر فلوسها. بس استنى، الميزة دي ليها تمن غالي جدا، تمن المهندس الاركتكت. عشان تشغل السيرفرات دي جنب بعض انت محتاج تعمل هندسة كاملة للابليكيشن بتاعك. الابليكيشن لازم يبقى ستيتلس، ما بيحفظش السيشن جواه. محتاج تبني ابليكيشن ان تير اركيتكشر بريديس او سنترلايزد داتابيز
عشان تدير الستيت. تعالوا نشرح الحتة دي عشان هي دي اللي بيقع فيها الجينيورز. كم مرة كنت على موقع وبتعمل اوردر وفجأة طلع لك ايرور وحسيت ان السيستم وقع، بس لما عملت ريفريش الموقع رجع بس الاوردر بتاعك ما بقاش موجود في الكارت؟ ده حصل ليه؟ لان الكارت كانت محفوظة في الميموري بتاعة السيرفر ان ميموري سيشن اللي حصل له كراش. اللود بالانسر لما حولك على سيرفر تاني، السيرفر التاني ما يعرفش حاجة عن اوردرك. عشان كده في الهوريزونتال سكيلينج احنا ممنوع نحفظ اي حاجة في الميموري بتاعة السيرفر. طب ايه الحل؟ اولا الستيكي سيشن، بس ده حل نص كم، انك تجبر اللود بالانسر يخلي اليوزر يكلم نفس السيرفر دايما، وده مشاكله كتير لو السيرفر وقع. ثانيا الحل المعماري، اننا نحط centralized state store زي الريديس. لما السيرفر يحب يحفظ كارت او سيشن بيرميها في ريديس، ولو السيرفر مات اي سيرفر تاني هيدخل هيكلم الريديس وهيلاقي الداتا بتاعة اليوزر كاملة وقايمة. ده غير التعقيدات الرهيبة اللي بتحصل في قاعدة البيانات الداتابيز. هل قاعدة البيانات هتستحمل 50 سيرفر بيكتبوا فيها في نفس اللحظة؟ هنا بقى بندخل في متاهات الداتابيز شاردنج والريبليكيشن اللي هنتكلم عليهم في كبسولات تانية. الخلاصة الهندسية للنهاردة، قرار السكيلينج في الشركات الكبيرة عمره ما كان أبيض وأسود، وهو دايما تريد أوفس. لو مشيت ورا الفيرتيكال للآخر هتعمل سيرفر ديناصور وحش كاسر، بس لو وقع شركتك كلها هتقع وتخسر فلوسك. ولو مشيت ورا الهوريزونتال بتطرف وجبت 1000 سيرفر صغيرين جدا وامكانياتهم تعبانة زي النمل، نظام التشغيل الاوبريتنج سيستم والشبكة هياكلوا الموارد دي، وهتلاقي السيرفرات بتضيع وقتها في انها تكلم بعض وتعمل زحمة مهولة في النيتورك بدل ما تخدم اليوزر. عشان كده الاركتكتس الاذكياء بيلعبوها بخطة الهايبريد ابروتش. بيعملوا ايه؟ ما بيجيبوش ديناصور وبيجيبوش نمل، بيعملوا كتيبة دبابات. يعني بيعمل سكيل اب للسيرفر الواحد يخليه قوي ويقدر يستحمل شغل تقيل من غير ما يهنج، مثلا 16 كور و32 جيجا رامات. وبعدين يعمل سكيل اوت للوحش ده ويجيب منه 5 أو 10 نسخ يحطهم ورا لود بالانسر. كده انت كسبت سيرفرات قوية بتخلص الشغل بسرعة ومفيهاش زحمة نتورك، وفي نفس التوقيت لو دبابة فيهم الموتور بتاعها عطل ال9 التانيين هيكملوا المعركة والسيستم بتاعك عمره ما هيموت. ما تنساش تعمل لايك لو الكبسولة دي رتبت دماغك، واشترك في القناة عشان توجه الكبسولة الجاية لدماغك فورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.